السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ميرسي قوي على الكومنتات بتاعت الفترة اللي فاتت. الفيديو بدأ يرجع والكومنتات بدأت تزيد، وبجد انا كنت فاكرة ان انا ضيعت القناة دي يعني، بس كومنتاتكم هي اللي مشجعاني ان انا اكمل. متنسيش اول ما تشوفيني تنزلي تدوسي على اللايك، ولو انتي مش مشتركة اتمنى ان انتي تكوني من عيلتنا الكبيرة. انا لسه راجعة من بره دلوقتي، و هبدأ معاكم بقى فيديو جديد وكده، بس انا حبيت ان انا ابدأ المقدمة وانا لابسة يعني قبل ما اغير هدومي. النهارده هنعمل مع بعض. يعني انا ماما جابت لي 2 كيلو جمبري اللي هو الصغنن خالص ده، عارفين اللي كلنا ما بنبقاش عارفين هنعمل بيه ايه. فانا هوريكم النهارده. مش النهارده بس، هو النهارده وبكره وبعده، يعني اكل 3 ايام. هوريكم هنعمل 3 اكلات محترمين جدا وتحفه وكلهم غير بعض ازاي. وطبعا دي من الافكار الاقتصاديه اللي انتوا بتحبوها، واللي انتوا بتكلموني ان انا اعمل الفتره الجايه افكار ازاي يعني نوفر في الميزانيه ونوفر في الاكل، وبرضه يكون في نفس الوقت اكل يشبع واكل مغذي واكل محترم. فانا هعمل النهارده الاكل وبكره وبعده، وهشبك لكم التلاتة في بعض، يعني هعمل لكم. نبدأ بقى بأول حاجة. أنا هنا هم ده ال2 كيلو جمبري ده. أنا كنت قسمته قبل ما أصور، بعد كده افتكرت إن أنا بصور وكده كنت سرحانة. فده الجمبري يعني كميته 2 كيلو، كل كيلو في كيس. كنت حاطة السمنة في التلاجة بقى، لأن انتوا عارفين الجو حرر قوي وكده، فبطلعها بسخنها على البوتاجاز على طول. انا لو ما عنديش سمنه بلدي بجيب سمنه جنه. عايزه اقول لكم ان انا بحب جنه في الاكل قوي قوي اكتر من البلدي كمان. اول اكله معانا بقى اخدت نص نص بس، يا دوبك نص كيلو جمبري. دي الاكلات دي اقتصاديه بقى للي بيحبوا الاكلات الاقتصاديه. دول الايام اللي كانوا قبل العيد. وحطيت كمان دي الايام اللي كانت امتى، او في الاول تقريبا، لا، في نص ال10 ايام اللي هم قبل العيد. حطيت مرقة وحطيت الجمبري، ومحطتش طبعا ملح خالص لسه، ونزلت بالملوخية. انا ما كانش عندي ملوخية فجبت من السوبر ماركت. انا متعودة ماما دايما بتعملها لي، اما ما بيكونش عندي يعني بتاعة السوبر ماركت دي بتنجزني وطعمها حلو جدا، يعني مش بيبان ان هي مفرزة او كده. دي نوعها بسمة، اكيد كلكم عارفين النوع ده تلاقوه في السوبر ماركتات. يعني حطينا السمنة وشوحت الجمبري دقيقة دقيقة بس عشان ما يمطش. والناحية التانية كنت بعمل رز بالشعرية. خلصنا بقى، عملت الطشة بتاعتي بقى عبارة عن عن سمنة وتوم وكزبرة وملح. انا بحط الملح بقى هنا، ما بحطوش على الملوخية ولا على الجمبري، بيظبط وبيبقى جميل جدا. عايزه اقول لكم ان احنا كلناها كمان على يومين. دي كانت اول اكله معايا. تاني اكله معايا ناخد السمنه. وعايزه اقول لكم ان انا مصورتش تالت اكله، بس هقولها لكم عامه سهله. حطيت هنا بصله، وقعدت اشوح في البصل لغايه ما دبل. حنا وهي دي. ونزلت هنا بتوم، ونزلت عليه بمعلقه صلصه. يعني عايزه تشيلي حموضه الصلصه، حطيها على النار، على النار كده مباشرة، مش بتحطيها في الطماطم المعصورة. وحطي عليها سكر، ما بتعملش اي حموضة خالص. وحطيت زي ما انتوا شايفين الجمبري، وبعد كده كزبرة ومرقة. انا ما بستغناش على المرقة في اكلي، بس مش في كل الاكل يعني، بس بحس ان هي بتديله طعم حلو. حطيت الطماطم وملح وفلفل وكمون وكزبرة وسكر عشان الحموضة، بس ما بحطش غير كده. سبتهم بقى على مهلهم. وجيت على النار التانية كنت بغلي مكرونة. عايزة اقول لكم تريكايه حلوة قوي، ما تخليش المكرونة تلزق في بعض. انا بغليها اول ما المية تغلي بنزل بيها، بحطها 10 دقايق، ما بحطش فيها زيت خالص، يا دوبك الملح. وبعد ما بتطلع وبصفيها بحط الزيت عليها. شوفوا بصوا بتبقى عاملة ازاي.
مفيش ولا واحدة بتبقى لازقة في التانية. ده انا كنت صايمة، فكنت بفطر انا، هما اتغدوا قبلي فانا بفطر لوحدي انا بعد المغرب. دي كانت ايام الصيام، اصل انا مخي زهايمر. بعد كده بقى تاني يوم فيهم كان متبقي اكل من امبارح، هما اتغدوا هما وجوزي على طول. وجوزي قال لي يلا تعالي ننزل نجيب لهم بقى ايه، هما الهدوم بتاعت العيد بتاعتي. انا وجوزي بننزل معاهم، يعني انا هدوم العيد بتاعتهم يلا انا رقصي. وجوزي دايما ننزل فيها، لكن هدومي انا بنزل انا والله احنا واختي، كنا بسيب بنمسح ولادي ايه. عند ماما وبنزل انا ورنا، عشان ما بنعرفش نشتري حاجة منهم بقى، بيقعدوا يجروا مننا ويقلبوا الدنيا، وبحس اصلا ان المحلات عايزة تطردنا. كانت مرات خالي بقى ربنا يبارك لها، اول واحدة افتتحت جابت لهم لعب العيد قبل العيد، جابت لديدا عروسة ومكياج. قلت لها الحمد لله ان انت جبت لها عروسة، لحسن كانت زمانها عملت المكياج ده في وشنا. طلع المكياج ده اصلا يعني هو زي سيليكون كده بس بيعمل لون. نزلنا انا واختي بصوا كنا فرحانين قوي واحنا مروحين. معرفتش اصور طبعا، انتوا عارفين بورسعيد في زحمة العيد بيبقى في ناس كتير كمان مش من بورسعيد بيشتروا هدوم، فالدنيا بتبقى زحمة قوي. خلصت بقى ورحت ماما جبت ولادي وطلبت اندرايف وكده. وبحاجتي بقى كلها العيال طبعا لعبوا لما تعبوا. إيه، وده اللعب اللي مرات خالي جابتها لهم، طبعا غير اللعب اللي ابوه جابها لهم اول يوم العيد. بصوا انا جايبه هدومي انا واختي، والله العظيم يا جماعه ليله العيد انتوا متخيلين مش عارفين نجيب من الزحمه، نزلنا قبل كده وما عرفناش. فطبعا انا طلعت لهم هدومهم الجديده عشان ياخدوا بقى حمايه العيد وكده، وكنت بطلع برضو الهدوم اللي انا جبتها انا وباباهم. تعالوا بقى شوفوا انا عملت لهم ماتشنج ازاي. اجا ماشي حاضر. فحطيت ابني جبنا له صوتين، ابني مرزق، بنتي نقعد ندخلها عشان نلاقي لها حاجه. هو دايما بيبقى فيه طفل كده وطفل كده، يعني انا وانا صغيره ماما كانت بتدوخ معايا، اختي كانت تدخل تجيب من اول محل، انا عندي برضو كده برضو ابني، يعني كل ما نخش محل نلاقي له حاجه. بنتي لا لازم ندخلها. هو جبنا له الصوت البيج دي والصوت اللبني، الصوت اللبني رهيبه رهيبه رهيبه. حتى ما لبستها له في العيد كذا حد في الشارع سألني جايباها منين وكده. وجبت له الكوتشي دوت على الشوز ديت. وده انا البيج ده انا جايبه له عليه صندل، بس كنت ايه سايباه عشان هوريه لكم دلوقتي هلبسه له على ايه. بصوا بقى الماتشنج بتاع بنتي بقى، طقم بنتي القمر. انا كنت جايبه لها البيج دوت للطقم، انا كنتش لقيت اخضر ولا اورنج خالص تاخد عليه. في ازمه في شوزات البنات عندنا في بورسعيد. والتوك اللي هي بتتقطع كل 5 دقايق دي. وانا بجيب الشوز البيج دي عجبني الاسود، قلت اجيبه ينفع لها على كام حاجة تانية عندي هنا. وجبت لها السلسلة دي كانت حلوة قوي، اصلا انتوا هتشوفوا الطقم دلوقتي وهي تديدة. لابساه. وجبت لها طبعا كبرت بقى وبقت آنسة، فنجيب لها شنطة. ده بقى الصندل اللي انا بقول لكم جايباه لابني، هو كبير عليه سنة، هو مقاس 27 ده 29، بس كانت اخر قطعة وانا كنت مستحرمة اسيبه لانه انتوا شايفين عسل قوي، بحب الستايلات دي. كنت البسه له على عباية اول يوم العيد في الصلاة يعني، بس ما لبستهوش هقول لكم ليه. فجبت كمان دي، كنت ماشية كده لقيتها بتتباع مش هتصدقوا بكام، كانت ب35 جنيه. هي كنت فرحانة بيها قوي، نعم. عسل قوي، وعلى سنه هو 3 سنين ونص، فحلوة يعني لسه مش هنجيب له الايس كوتي دلوقتي. وده العقد بتاعي يعني كنت جايباه مع حاجة بنتي. ودي كده عملت صفقة شنط. بس بصوا يعني دول مش لطقومة العيد، دول عامة يعني في لبس عندي في الدولاب محتاج شنط وكده، فعملت صفقة كده وانا مع رندا. كانوا عاجبيني اوي، بصوا الاستراب بتاعها نفس اللون، بحب لما بيبقى الاستراب نفس اللون كده، عشان محبش اللي بيبقى لون تاني. جهزت كل حاجة ونضفت البيت وعملت كل حاجة في مكانها، رحت عاملة ايه بقى، اديتهم حماية العيد ورحت. قلت هي ما فيهاش نوم، الساعه بقت 1 2، معرفش الوقت جرى ازاي لان انا راجعه من عند ماما متاخر. كنت شاربه قهوه فمش هشرب قهوه تاني، عملت نسكافيه. وكان في عبايه بنتي كانت عايزه تتاثر وكده، وما كانش في وقت ان انا اوديها لترزي او حد،
قلت خلاص يا رويدة ما بدهاش، هما ناموا، هاتي اي حاجة كده واقعدي قدام المسلسل التركي وظبطي العباية بتاعتها انتي. انا اصلا بعرف خيط جدا يعني على ايدي، يعني انا ممكن اخيط على ايدي زي مكنة. انا عندي مكنة اللي انا وريتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت. فلقيت جوزي صحى برضو ما جالوش نوم، قال لي خلاص تعالي ننزل قبل الزحمة. قطو اعمل كده، راح هو العربية بتاعتنا كانت في المغسلة جنب البيت كده بشوية، بس قال لي كنت انا وقطو لسه ما جهزناش، هو اخد بنتي احنا نقف هنا نستنى بابا. قطو بقى ايه، هو قطو اسمه محمد عشان كل اللي بيقولوا لي اسمه قطو، هو لا هو اسمه محمد، بس احنا مش عارفة هو بنقول له كده اتعودنا عليها. كان بصوا فرحان بيها قوي، كان فرحان بالساعة قوي. هو هنا كان بيغمز لي يعني دي حركة. فوقفنا عند البيت هنا، كان قدام البيت، قام جاب العربية بقى وكده وعدينا على أختي أخدناها العيال مسحوا لي الكاميرا من بصوا الموبايل، قعدت ساعة وربع بدور عليها. الدنيا عمرك كانت شفت زحمة، الموبايل بيتمسح من عليه الكاميرا؟ بتبقى زحمة أوي وقت الصلاة، بس بعد الصلاة ما تلاقيش صريخ ابن يومين في الشارع، حتى العيد الكبير أكتر كمان. هنا بدأ يطلع، واحنا هنا كنا قدام المترو. فحتى كنت بقول لكم ده لما روحنا، ده كان هو غزل بنات بس نضيف شوية، غريب طعمه زي اللبان كده. كان بابا جايبه لهم الصبح، وانا قلت اعمل لهم بقى توزيعات العيد، ليه الحاجات اللي بتفرحنا في العيد دي المفروض كنت اعملها ليلتها. ده كان اول يوم. تاني يوم بقى الصبح نزلت انا بس لوحدي من غير ولادي، فطرت برا انا واختي وابن خالي ومراته وبنت خالي. كان فطار حلو قوي، وجوزي طبعا اول ما العيال صحوا قام اخدني كلمني قال لي تعالي جري. وده كان تالت يوم، جوزي خدنا ونزلنا قعدنا كده في كافيه، وده كان ايامنا في العيد وفلوجنا في العيد وقبل العيد. لو عجبكم متنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.